السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في القناه وفيديو جديد. وصفتنا لنهار اليوم انا رايحين نحضروا دي مادلين من اروع ما يكون. انا رايحين نحضروهم باسهل واسرع طريقه، يعني في 30 دقيقه انا رايحين نتحصلوا على مادلين من ينافس المادلين تاع المحلات. نتمنى الوصفه تاع اليوم تعجبكم وتنال الرضا تاعكم. نخليكم مع بقيه الفيديو ونتمنى لكم فرجه ممتعه. ونبداو على بركة الله بالمكونات. عندي 2 حبات من البيض مبشور، حبة ليمون، 75 غرام من الزيت، 75 غرام من السكر، ان بو تاع يايورت هنايا بذوق لافاني. راكم رايحين تلقاو المكونات مكتوبة في صندوق الوصف. بالنسبة لطريقة التحضير ولا اسهل، هنايا خديت لو بول تاع الميكسور، درت فيه هادوك 2 حبات تاع البيض، درت فيه هذاك المقدار تاع الزيت. هنايا بالنسبة للعبار الا ما كانش متوفر عندكم الميزان تاخذوا لو بو ديال ياغورت اللي يوزن 125 غرام. هنايا انا رايحين نستعملوا لو بو تاع الياغورت اونتيي كامل، وديروا 3/4 لو بو تاع الياغورت 3/4 تاعو سكر و3/4 تاعو زيت. هكذاكم رايحين تتحصلوا على نفس النتيجه. ضفت عليهم كذلك ان ساشي تاع سكر فاني، ونضيفوا 100 غرام من الفرينه. بالنسبه للفرينه كنت عبرتها كذلك تجيني ان بو تاع لو بو تاع الياغورت انا رايحين نعبروا به، يعني تاخذوا هذاك لو بو تاع الياغورت ديروه في لو بول ميكسور مع البيض وتضيفوا، ومن بعد تعبروا به باقي المكونات. ضفت كذلك ان ساشي تاع خماره الحلويات. من بعد هنايا نخلطوا جيدا، نميكسو هكذا تقريبا واحد 2 مينوت فقط. ما نحتاجوش اننا نخدموا لا باتا مادلين تاعنا هذه بزاف. كما قلت لكم سريعا نحضروها في 5 دقائق هكذا. نحضروا لي مول تاعنا تاع المادلين، نديروا هكذا كل شيء في لو بول ميكسور، نخدموهم وندخلوها الطيب. هنايا اي رايحه الطيب لنا في رمشه عين. انا رايحين نتحصلوا على مادلين. بالنسبه للفرينه نحتاجو 200 غرام اللي هي 2 بو تاع هذاك لو بو تاع الياغورت. انا رايحين نديرو مرتين. درت المقدار الاول خلط جيدا، ومن بعد زدت هنايا المقدار الثاني. نخلط هنايا مليح حتى رايحه تتجانس لي الفرينه مع باقي الخليط تاعي. من بعد هنايا نكتفي بهذا القدر. اني رايحه في الاخير نضيف لها مبشور الليمون، يبقى كاضافه مبشور الليمون تقدروا تستغناو عليه، تكتفوا فقط بلا فاني. هنايا هذا هو القوام تاع العجينه اللي نتحصلوا عليه. تجي القوام تاع العجينه تاعنا خفيف شويه. من بعد هنايا انا رايحه نضيف له لو زيست دو سيترون ولا لو زيست دورانج، ولا تستغناو عليه لانه لا بات تاعي كنت حضرتها بالياغورت بذوق لافاني، يعني ديجا راهي من السما لا بات تاعنا. الا كنتو خدمتو العجينه تاعكم بالياغورت ناتور، دونك تستعملوا لو بو كامل تعمروه بلو سكر. هكذاكم رايحين تضيفوا مقدار من السكر. انا نقصت لو سكر لانه الياغورت تاعي ديجا سكري. من بعد مباشره نجي نعمر هذوك لي مول ولا لي كيسات تاوعي تاع المادلين. هنايا كنت عمرتهم بزاف، جاو لي مادلين تاوعي شويه منفوخين. تقدروا هنايا تضيفوا تنقصوا شويه من الكميه هكذا باش تتحصلوا على كميه كبيره من المادلين. انا هاد المقدار كان عطاني 12 حبه كما راكم تشوفوا معايا. هذا هو المول اللي عندي متوسطين الحجم، لكن جاو خامرين، جاو طالعين مليح. وفي هاد الاثناء كنت شعلت الفرن تاعي يسخن على 200 درجه من الفوق ومن التحت.
من بعد ما نكملهم هنايا مباشرة كنت زينتهم بشوية تاع رقائق اللوز لي زامون ديفيلي. هذه تبقى كلمسة اختيارية، تقدروا تستغناو عليها وتخلوهم هكذاك ناتور، ولا تضيفوا لهم لي بيبيتو شوكولا، ولا هكذا كاوكاو افيلي، ولا تكتفوا بالسكر. انايا نحب دائما المادلان بهذيك اللمسه ولا الرشه تاع السكر، يجي الشكل تاعهم جميل. وتزيد لهم هكذا قرمشه في هذاك السطح تاع لي مادلان تاعنا. ضفت هنايا شويه تاع لي زامون ديفيلي في النصف، والنصف الثاني ضفت له هكذا تقريبا واحد النصف ملعقه صغيره تاع سكر على سطح العجينه تاعي. من بعد مباشره دخلتهم للفرن، خليتهم حتى اختمروا وطابوا وتحمروا لي مليح. من بعد كنت خرجتهم وقدمتهم. وفي الاخير هوينا الشكل النهائي تاع لي مادلان اللي كنا حضرناهم. كما شفتوا معايا وصفه سهله وسريعه التحضير، والمكونات تاعها كذلك بسيطه وموجوده في كل بيت. هنايا بالنسبه لليايورت لما كانش متوفر تقدروا تعوضوه بالحليب. الحليب هنايا كي تجوا تضيفوه حاولوا انه الحليب تاعكم يكون دافي هكذا باش او رايح يتفاعل مع باقي المكونات ويعطينا نفس المفعول تاع اليايورت. هذه هي كانت بالنسبه لوصفتنا لنهار اليوم. كما شفتوا معايا وصفه هكذا نحضروها في دقائق، نقدموها للاطفال تاعنا في فطور الصباح لو بيتي ديجوني، ولا في قهوة العصر بور لو غوتي. كذلك أنا رايحين نتحصلوا على مادلان من أروع ما يكون. كما رايحين تشوفوا الشكل تاعهم كيفاش يجي من الداخل. هنايا نكونوا وصلنا لآخر الفيديو تاعنا. نتمنى لكم شهية طيبة، وما بقى لي إلا نقول لكم شكرا لكم على طيب المتابعة. ما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم وآرائكم بخصوص الوصفة وكذلك القناة، ونلتقي في فيديو جديد مع وصفة جديدة أو فكرة جديدة بإذن الله.